بيفضل يشخر وهو نايم وما بتعرفش تنام منه، فبتقلع الشراب بتاعها وبتحطه في بقه عشان ما يعملش صوت تاني. وبيفضل يكح وبيصحى وبيلاقي ان ده شراب، وبيبص في رجل البنت اللي جنبه وبيلاقي فعلا ان الشراب ده بتاعها. وبيلاقي انت اللي حطيتي الشراب ده، وبتقول انا مش عارف انام منك. وبيقول لها ماشي، فبيقص الشراب بتاعها وبيقول لها لو مش عاجبك سدي ودانك. وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض في الاتوبيس، وبيقول للسواق نزلها عشان معانا واحده مجنونه. وبتقول له انا مجنونه، وبتطلع عليه الميه بس بتيجي في الركاب، وده بيخلي السواق ينزلهم في نص الغابه. وبيقول لها انت اللي بدات بالغلط، وبتقول له لا انت اللي بدات بالشخير. وبيحاول يرن على تاكسي بس بيلاقي ان المكان هنا مفيش شبكه، فبيحاول يوقف عربيه بس مفيش ولا عربيه بترضى تقف له. فبتبين رجليها وبتقول له اتفرج انا هعمل ايه، وبتقول له استخبى ورا الشجره لحد ما وقف عربيه وتعالى. وبعد ما بيستخبى ورا الشجره اول عربيه بتقف لها، وبتقول له ممكن توصلني على اخر الشارع، وبقول لها ماشي. والبنت بتفرح، وبعد ما بتركب بتقول له اخويا جاي معايا، وبقول لها لا ما حدش هيجي. فبتخاف وبتروح تنزل بس بتلاقي ان قافل الباب، وبتصرخ عشان ينقذها بس ما بيسمعهاش. وبيمشي بالعربيه وبيجي وراه وبيقول له استنى، وبيحسب ان البنت بعته وبيكون متضايق. وبعد شويه ما بيلاقيش عربيات فبياخدها مشي، وهو ماشي بيلاقي العربيه اللي هي كانت فيها، وبيروح يبص عليها بس بيوقف الواد وبيقول له عايز ايه، وبيقول له فين البنت اللي كانت راكبه معاك. وبيقول له نزلت في نص الطريق، وبيشك فيها وبيروح يبص عليها بس بيوقفه وبيرفع عليه السلاح، وبيقول له ما تبصش جوه العربيه. والشك عنده بيزيد اكتر، وبيكون رابط البنت جوه العربيه، والبنت بترمي له الشراب عشان تعرفوا انها جوه. وبيقول له بص ايه ده، واول ما بيبص بيجري وبياخد منه سلاح وبيربطه هو. وبعد شويه بيجي البوليس وبيقبض عليه، والبنت بتستغرب وبتقول له انت انقذتني ليه رغم اني كنت قليت الذوق معاك، وبقول لها عشان احسن منك.